السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اللي أول مرة يشوف بيتك بسيط مع فطومة ما ينساش يدوس على كلمة اشتراك ويفعل الجرس عشان يجيلكوا كل جديد. هتعملي ايه النهاردة يا فطومة؟ والله يا بنات أنا طلعت كده من الشغل، فروحت السوق يا بنات. زي ما انتوا شايفين كده كان ايمن موصيني، كان عايز ياكل سمك محرات، فانا لقيته في السوق اهو قدام مني اللي هو احمر دوت زي ما انتوا شايفينه كده. فقلت اشتري منه كيلو الايمن، وكمان لقيت السمك التونه ده، فقلت اشتري واحده ونعملها كده صينيه في الفرن وكده. بس حصل موقف معايا، معرفش والله ان كنت انا صح في الموضوع ده ولا انا غلط. من هنا جبت من عند ابو ملك السمك اللي هو المحرات دوت. سمك حلو قوي. طبعا هتشوفوا هاجر ان شاء الله وهي بتصوره وتعمله لكم طريقه سمك المحرات. بس انا سيبته صراحه واشتريت من عنده، من عند حد تاني، اللي هو السمك التونه اللي انا وريته لكم ده في الاول. ده عجبني، بس انا حبيت اخد فكره كده على الشخوره والمياس والسمك زي ما انتم شايفين بربون، وانواع السمك اللي هي البلدي الجميله جدا. اهو قربت عليه التصوير. ده المحرات، جبت بيه سمكه كبيره جدا بتتقطع بالكيلو، ما بيبقاش فيها شوك، بيبقى اللي جواها ده بيبقى عبارة عن قراقيش. يعني السمك بتاعها كده العظم بتاعها زي القراقيش كده، مش بيبقى فيها شوك. سبحان الله. عندي ايمن بيحبه جدا، وهو الوحيد اللي في ولادي اللي بيحب ياكل السمك ده. خلاص كده تعالوا كده ناخده جولة ونشوف هنعمله ايه. طبعا انا اتمشيت قدام شوية زي ما انا قلت لكم، ده تشكيلة سمك بلدي برضو موزة على فراخ على بطاطا على انواع السمك زي ما انتم شايفينه بالشكل ده كده. المهم بقى الموقف اللي حصل معايا ان انا اشتريت سمكة تونة وخدتها وروحت بيها البيت. تمام. فطلعتها من الكيسة اهو سمك التونة، نقيت الواحدة اللي انا ماسكاها دي وقلت له وزنها لي وشوفها قد ايه. طبعا انا شايفاها قدام مني حلوه، بس انا ما اعرفش لما رحت البيت وفتحتها لقيت ريحتها صعبه جدا، فما قدرتش ان انا اتحملها. فرحت غيرت ولبست وخدت الشنطه في ايدي وما حطيتش الشنطه على كتفي زي كل مره. تمام. فرحت السوق تاني ونزلت من العربية، اتاري الشنطة وقعت مني فيها التليفون، اهم حاجة كانت البطاقة. طبعا مزعلاني والتليفون، فمتضايقه وبقول تليفوني تليفوني. فلقيت واحده ربنا يكرمها يا رب، قالت لي طب اديني الرقم انا اتصل لك بيه. فاديتها الرقم، ربنا يكرمها يا رب يفرح قلبها، اتصلت. فالراجل رد علينا الله يكرمه، قال انا لقيت الشنطه في الشارع واستنيني عند فتح الله وانا هجيبها لك. والحمد لله جاب لي الشنطه ورحت ارجع السمكه. طبعا الراجل رفض، قلت له لا السمكه ريحتها وحشه ومش عايزاها. قال لي لا ما ينفعش ما عنديش تغيير. قلت له خلاص عايز تقبلها خدها خدها. وانا صراحه سبتها له، وفي نفس الوقت كنت خايفه ان انا اظلم، ما يكونش هي كويسه يعني ولا اللي نفسي قرفت منها. وفي نفس الوقت خفت اقف قصاده واقول له لا اديني الفلوس وكده، مش عايزه اشيل ذنب. فسبتها له وما خدتش حاجه، وروحت بقى اتغميت، ما جبتش اكل ولا جبت حاجه. روحت نمت. صحيت من النوم، طب انا هعمل لهم فطار الساعه 4. فلقيت عندي كيس بانيه، طلعته قوام بميه سخنه وفكيته وغسلت الرز وشوحت بصلايه زي ما انتوا شايفين كده. حطيت عليها شويه بزله، حبه جزر طرنشات وشويه فلفل بلدي بتاعنا اللي هو الاحمر والاخضر ده الكوب العادي. حطيت معلقه كاري ومعلقه فلفل اسمر، بهارات فراخ. وهبدأ ان انا اشوح كده، وحطيت الملح زي ما انتم شايفين، وكمان حطيت معلقتين كركم علشان بيدي طعم كمان للرز، بيبقى طعمه جميل جدا. فحوده ما سالت صراحه، قلت لهم يا ولاد تعملوا اعمل لكم اكل ايه؟ يعني اعمل البانيه ده جنبيه رز ولا اعمل جنبيه مكرونه ولا اعمل ايه؟ فقال لي لا اعمل لنا الرز بالبزله، انا بحبه جدا في بزله. قلت له اه انا مفرزه في التلاجة. فزي ما انتم شايفين كده يا بنات، فبدات ان انا اعمله بالشكل ده كده. فيا رب يعجبكم. وطبعا الفيديو لو لسه ما عملتوش لايك اعملوا لايك بسرعه. طبعا كنت غسلت الرز وصفيته ونزلت عليه بعد ما شوحت البصلايه والخضار بتاعي مع البهارات، وريحته كده طلعت وجميله جدا. انزلي بقى بميه سخنه فوق منه. تمام. هبدا ان انا زي ما انتم شايفين كده هشوحه تشويحه كويسه جدا. طبعا العيال بره عماله تهزر وعماله بتتهرج، فبعتذر لو الصوت طلع معانا شويه. كمان العيال في الشارع هتيجي تلعب زي ما انتم عارفين. فالحمد لله. هنا بزود بحط ورقتين لولي واتنين حبيتين اللي هو حبيتين قولولي حبهان. حبيتين حبهان، ايه ده؟ ايه الجمال ده؟
خلاص كده، خلاص نشوح بقى التشويحه بتاعتنا، وبعد كده ننزل بالميه السخنه زي ما انا قلت لكم كده يا بنات. لسه مش جايبه الميه فطومه. تمام، لسه مش جايبه الميه فطومه. هنبدا نديله كده تشويحه زي ما انتم شايفين كده. بصوا بقى الجزر انا بعمله صغنن جدا، بس ده الجزر ده كان عند ام ملك، شحت منها حبه الصراحه، ان انا الجزر اللي عندي خلص، فانا اخدت منها حبه، هي مفرزاه حلقات. تمام. فنزلت بقى بالميه زي ما انتم شايفين، ونسيب الرز بتاعنا ايه كده ايه يستوي. وتعالوا بقى نشوف هنعمل البانيه بتاعنا ازاي، وقولوا لي انا غلطانه في موضوع السمكه ديت ولا ايه. بس انا من جوايا مسامحه يعني الصراحه، يعني قلت خلاص ده نصيب، ممكن يكون رزق حد تاني او رزقهم هم اللي هم شغالين، ممكن يعملوها اكل ويقعدوا يفطروا بيها، يبقى انا اخدت الثواب. لكن صراحه ما احبش اشيل ذنب لو السمكه كويسه وانا اللي جات لي قرفه وحبيت ارجعها، فمش عايزه اشيل ذنب. فالحمد لله وربنا يعوض علينا. هنا هنعمل ايه، فضيت حبة لبن كده وفضلين عندي، حطيت بقى فلفل اسمر وبهارات فراخ، وهنحط معلقة كركم او كاري، ده لومي كده حبة صغننين زي ما انتوا شايفين. تمام. ونحط كمان زي ما انتوا شايفين اهوت الكركم، نحط كده ايه معلقتين. ممكن تضيفي بيضة، بس انا عملته من غير بيض. تمام. فكده نافع وكده نافع يعني، بس حطي له بيضه هينفش معاكي ويبقى جميل. كمان نديله كده ايه تقليبه، وننزل بالدقيق بتاعنا فوق منه. فين برطمان الدقيق يا ولاد؟ انا مش عارفه اهو، مفهوش الا حبه صغيرين، هبعت اجيب ونكمل التقليب اهو. بكار جاب لي دقيق من عند خالته، احلى حاجه ديت جنب بعض، نحتاجوا حاجه نميله على بعض، نكمل بقيه اكلنا. بنقلبه بالطريقه كده، وزي ما انتم شايفين يبقى تخين يعني كده، ولا يبقى خفيف ولا تقيل. تمام. ننزل بالبانيه بتاعنا بالشكل اللي انتم شايفينه ده. نشيل بقى المضرب ده عشان مش هينفع معانا، ونجيب شوكه نقلب بيها الخليط اللي احنا عملناه ده. تمام يا بنات. اهو سيبوا بقى ايه شويه يشرب، هو اصلا ما فيش وقت زي ما انا قلت لكم، اتاخرت في عمل الفطار، فكويس ان انا يعني جات لي الفكره دي بسرعه كده، ان انا اعمل الاكل السريع معاكم زي ما انتم شايفينه بالشكل ده. هنسيبه كده يتدبل، وكمان هبعت محمد يجيب لي اللي هو كريسبي من عند العطار، عندنا بيبيع كريسبي سايب، فانا بجيبه صراحه، هو بيبقى خشن جدا، فانا بحب اديله ضربه كده ايه في الكبه، عشان يبقى نص تكسيره كده او يبقى ناعم شويه. خلاص هنا حمرت لهم، خرطت بصلتين ايه يا فاطمه، بطاطسين، بطاطس. معلش يا فاطمه ما تزعليش، يعوض عليكي ربنا. خلاص، اصل كان نفسي يعني في السمك النهارده كان نفسي تاكل السمك النهارده، بس النصيب. بس هي غلطانه يعني، انت عارفين والله موقف ان الشنطه تقع مني وان حد يلاقيها وانها ترجع لي، فحسيت ان انا حرام ان انا ارجع السمكه للراجل وان انا اظلمه، بس انا اديتها له ان انا كده كده دام قرفت مش هاكلها. بس انا اللي ريحني ان انا ما خدتش فلوسها، فحسيت ان يعني اشاره. خلي بالكم لما تجيلكوا حاجه زي كده وتبقوا عايزين تعملوا خطوه وتلاقي بتتعطلوا فيها، او بيحصل لكم حاجه فانتوا رايحين تعملوها، تعرفوا ان الطريق ده مش صح. فده كان احساسي. تمام. فانا هنا حطيت البطاطس، وحطيت ايه رشة زيت كده بالفرشة، وهبدأ ان انا اظبطها كده. المفروض تبقى على 20 درجة، مش عارفة انا عملتها هنا ليه على 15. تمام. واسيبها بقى ايه تتحمر، بس يا رب المدفع اصلا مش فاضل له الا 10 دقايق، فهي تقريبا مش هنلحق نحمر البطاطس. بس يلا زي بعضه، يلا نعمل الاكل. هنا شروق كانت جت عند هبه وبتقول لكم ايه، كل سنه وانتم طيبين بحلول شهر رمضان المبارك. تمام. فقاعدين بقى يضحكوا ويهزروا. هنا محمد جاب لي الكريسبي زي ما انتم شايفينه كده، واشترى لي كمان دقيق. تمام. فانا هطحن بقى الكريسبي دوت، وعماله اقول يا بنتي اقعدي افطري معايا، قالت لا هبه مستنياني وانا رايحه عند هبه. تمام. وبتدوكوا بوسه 2 3 على الهوا، بتقول لكم اعملوا لايك. يلا بينا يا بنات نشوفوا ايه هنعمله ايه تاني ايه ورونا. تمام كده، ادي ضربت الكريسبي خليته ناعم بالشكل ده، وبعدين هطلع كده من الخليط اللي انتوا شايفينه، واحط في قلب منه بالشكل ده كده. تمام. نقلبه بقى شمال ويمين، وبعد كده نقليه. طبعا عملنا عصير الفراوله زي ما انتوا شايفينه كده في الشفشق، ساقع وجميل.
طبعا كل الاكل كله سريع سريع سريع، يعني الحمد لله ستر ربنا ان انا عندي الحاجه في البيت ستراني. فطلعت وعملت. انا زي ما بقولكم كان نفسي والله ان انا اعمل سمك النهارده، بس قدر الله ما شاء فعل، كل شيء بيبقى نصيب. اه والله، بس الخضه اللي انا خضيتها عشان التليفون وشنطه، والحمد لله الحمد لله. بصوا كده بضغط عليه كده زي ما انتم شايفينه. هو بيبقى احلى واحلى لو انت هتعمليه بالطريقه دي، بس من بدري عشان تحطيه في الفريزر يشمع شويه تقلي كده يبقى جميل جدا، او تحطيه في الفرايل ديت يتقلى معاكي ما ياخدش زيت ولا ياخد اي حاجه. تمام. طبعا عشان ما فيش وقت فهقلي على طول، مش هستنى. هاخد الكميه اللي تناسبني انا والاولاد، والباقي هشيله في الفريزر معمول جاهز، لو حد فيهم جاع بالليل او اي حاجه يحمروها ويقلوا وياكلوا على طول. يعني بحب اعمل كده ايه بالزياده، جزء استخدمه وجزء اشيله. دي طريقتي في تحضير اكل يعني وكده. فالحمد لله ان البيت مستور. خلاص كده اعملوا بالطريقه دي، يا رب يعجبكم. ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وكلمة حلوة كده، واكتبوا لي في التعليقات التصرف اللي انا عملته ده كان صح ولا كان غلط. تمام يا بنات. هنا كان في حتة لسه ما خدتش من الدهان ده، فانا عملتها كده ايه بالشوكة، وببدأ اوزع كده الكريبس بيه. خلاص كده بالشكل ده كده. يلا بينا بقى ايه عشان نقلي على طول، مفيش معانا وقت. يلا بسرعة. خلاص يا فتوم، خلاص يا حركاتك وتكتك يا فتوم. انا عارفه انتي مقريفه النهارده، بس يلا الحمد لله. قضاء اخف من قضاء. الزيت بتاعنا كده ايه سخن، هننزل كده ونحمر زي ما انتوا شايفين بالطريقه ديت. ده اسرع فطار. طبعا اعملي بقى طبق السلطه، اعملي بطاطس محمره، ممكن بقى شوفي انت حابه ايه تعمليه جنب منه. بس صراحة كان جميل جدا. الرز اهو استوي بالخضار المشكل، انا ولادي بيحبوه بالشكل ده. يعني ان انا ما اطبخش خضار وكلام من ده، بيحبوا بالطريقة دي. عشان في ناس كتير قوي دايما متعودة المكرونة مع البانيه، المكرونة مع البانيه. لا يا جماعة، انا بعمل المكرونة البانيه، ممكن اعمل صينيه بطاطس جنب منه، ممكن اعمل رز بالخضار زي ما انتم شايفينه، ممكن اعمل اكلات كتير جنب منه ونستفاد بيها. خلاص كده. خلاص ننزل نطلع بقى البانيه بتاعنا كده على ورقه، على منديل، على منديل يا بنات. خلاص بالشكل ده. سيبه بقى ايه يصفى ونقلي بقيه الكميه بتاعتنا. خلاص كده. في تاني هتحطي تاني؟ مش قلت هتشيلي بقى في التلاجة؟ يلا خلي العيال تاكل وتشبع، صايمين وقلبهم واجعهم يا عيني، بغذيهم. وكده يا بنات خلصنا الفطار بتاعنا، ما عادش بتاع ساعة، يعني اقل من ساعة. عملت العصير زي ما انتم شايفين اهوت، احلى عصير فراولة باللبن. تمام. وعملت الرز زي ما انتم شايفينه ما شاء الله، والبانيه وطبق السلطة، والبطاطس لسه ما طلعتش من الفرايل ديت. اسمها ايه؟ القلاية. اسمها القلاية. يلا زي بعض اهو الاكل والمخلل بقى ايه والحركات والتكات. تعالوا نشوفوا كده البطاطس بتاعتنا عامله ازاي. اهو بصوا الرز بالخضار، والله العظيم تحفه، جميل جدا. والبطاطس لسه عندها شويه، هنقفل عليها نديها كده ايه تلحيسه من الزيت. وده كان فيديونا النهارده، يا رب يعجبكم واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لايكات لايكات.